يعني الحقيقة هي حقيقة نورية. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، نعم، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة الطيبة يعني هذه الشجرة الطيبة، وهي الشجرة المحمدية أو الحقيقة المحمدية. إذا أردنا التفصيل فلننظر إلى تفصيلها وحقيقتها في عالم الوجود بصورة هذه الشجرة المباركة. وكلانا من نور الله من قبل خلق السماء، سبح نفسه وقدس ذاته ومجد عظمته، فسبحناه وقدسناه ومجدناه. هو الذي سبح نفسه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هو مقدس، هو المؤمن، هو المصدق، يصدق نفسه بأني إلهكم، وليس تصورا بل تصديق. فخلق من تسبيحه السماء والأرض والبحار فسمكها وبطحها وعمقها، وخلق من تسبيح علي الملائكة المقربين، كلما سبحت الملائكة فهو لعلي وشيعته إلى يوم القيامة. إن الله أيدنا، أيضا حرف الألف في مقام التعريف. ذات الإمام عليه السلام هكذا عرف نفسه: إن الله أيدنا بروح مقدسة مطهرة لم تكن إلا مع رسول الله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وذلك الروح المقدس عمود نور بيننا وبين الله، تسددهم وتوفقهم. أنا الواقف على الدنيا والأخرى، عرف نفسه: أنا الواقف، أنا المطلع، المطلع على الضمائر، المطلع على السرائر. كل سريرة واضحة، كل ضمير منكشف عند الإمام عليه السلام، لا يخلو ولا يخفى عليه شيء، كل الأشياء تحت علمه سلام الله عليه. أنا الواقف على المشرق والمغرب، أنا الواقف على الجنة والنار. إن عليا مني بمنزلة الروح من الجسد، هكذا يقول الحديث النبوي. إن عليا مني بمنزلة النفس من النفس، نفس نبوي نفس ولوي. إن عليا مني بمنزلة النور من النور. إن عليا مني بمنزلة الشيث من آدم، بمنزلة سام من نوح، بمنزلة إسحاق من إبراهيم، بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة شمعون من عيسى. أنت يا علي تميز الأخيار من الأشرار. لا شك أن هذه ظواهرهم هي التي تنكشف في علم الإمام عليه السلام، من الخير من الشرير. هو يميز الأخيار من الأشرار. أنت يا علي تميز المؤمنين من الكفار. أنت يا علي تعرف الأبرار من الفجار. أنت يا علي مني وأنا منك. أنت أنا، ألف ألف، كل هذه تعرف بحرف الألف. قال الله تعالى مخاطبا لرسوله أيضا بحرف الألف: أنت عبدي وأنا ربك، إياي فاعبد، إياي فاعبد. لابد لك من العبودية لي. إياي أيضا بحرف الألف. إني قد رضيتك عبدا ورضيت لك عليا خليفة يقام به ديني. كلها حرف الألف. هذا المقام مقام نسميه مقاما علويا بالنسبة للإمام عليه السلام، وهكذا بالنسبة للنصوص الأخرى أيضا كذلك. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي،
وكان بعده هدى من الضلال، يعني تميز الهداية عن الضلالة بوجود الإمام عليه السلام. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، يميز النور من الظلام، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذا كلها مقام الولاية العامة للإمام عليه السلام.